السلام عليكم جميعا الابطال، تحيه رياضيه للجميع. كيف العاده اخوكم مصدق اخوكم عثمان في مقطع جديد. في هذا المقطع الاخوان غادي نحط لكم الندوه الصحفيه ديال المقاتل الاسطوره المغربي بدر هاري والمقاتل الانجليزي جيمس مكسويني. الندوه الصحفيه مرت في ظروف كيف العاده رائعه وجميله. بدر هاري كالعاده ما بغاش يهضر في الندوه الصحفيه، قال لهم انا ما غاديش نهضر حتى لحلبة القتال، وقال لهم ان شاء الله غدا ساحطم هذا المقاتل الانجليزي. هذا هو الحديث ديال المقاتل المغربي بدر هاري. وكذلك المقاتل الانجليزي جيمس، ملي سولوا المقاتل الانجليزي جيمس على النزال وعلى نوع النزال، قال لهم ان شاء الله النزال غادي يكون نزال في المستوى العالي، وقال لهم باللي بدر هاري ما بقاش كيف الاول، يعني المستوى ديالو هبط كما شفنا في النزالات الاخيره مع المقاتل الهولندي وكذلك المقاتل الروماني. يعني نزالات قال لهم كيتعب في الجوله الثانيه يشعر المقاتل المغربي بالتعب، وان شاء الله انا غادي نستغل هذه الفرصه هذه ان شاء الله ونفوز انا كذلك على المقاتل المغربي بدر هاري. هذا هو الحديث ديال المقاتل جيمس، وقال لهم ان شاء الله احب كذلك جمهور المقاتل المغربي بدر هاري اللي عنده واحد جمهور كبير يتابع عبر العالم، واحب انا كذلك هذا الجمهور، وان شاء الله سوف نقوم بنزال رائع وفرجه ممتعه لجميع الجماهير العالميه اللي غادي تتفرج ان شاء الله في هذا النزال، سواء عبر الموقع او على المباشر كذلك. وكي قال لهم كذلك المقاتل المغربي بدر هاري انني لا اريد الحديث في هذا الموضوع، غدا ان شاء الله سوف نتحدث. شفتوا الملامح ديال المقاتل المغربي بدر هاري، لا يريد الحديث بتاتا، ديما هو ديما هو كيف العاده قص حيا الراس. جوج هضرات هو اللي قال لهم ودي انا ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع، غدا ان شاء الله سوف نتحدث في الحلبة، وانتظرونا غدا في النزال ان شاء الله. كما وعدتكم ان شاء الله النزال بالنسبه للتوقيت ديال النزال كما قلت لكم، راه ديجا حطيت لكم المقطع الاخير قلت لكم التوقيت ديال النزال، وان شاء الله غادي نعاود نعطيكم التوقيت ديال النزال، يعني غدا ان شاء الله السبت النزال، غدا السبت 9 ان شاء الله في الشهر 9 غادي يكون النزال 9 بالنسبه للتوقيت، توقيت المغرب على الساعه 10 بتوقيت المغرب، 12 بتوقيت مكه المكرمه. بالنسبه للنزالات غادي يبداو منذ الساعه 8، لكن النزال الرئيسي اللي غادي يكون النزال الرئيسي هو ديال المقاتل جيمس والمقاتل المغربي بدر هاري، هو اللي غادي يكون النزال الرئيسي، وان شاء الله نتمنوا الفوز للمقاتل المغربي بدر هاري والرجوع ان شاء الله الى سكه الانتصارات. وتابعونا ان شاء الله غدا، غادي نحط لكم كذلك الروابط المشاهده في صندوق الوصف. انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوكم وصديقكم عثمان. لا تنسوا اعجابكم بالمقطع وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.